قال فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إن المغرب سينظم مونديال الأندية لاختبار جاهزيته لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030 بالشركة مع إسبانيا والبرتغال. وأضاف لقجع في تصريح لفائدة قناة الشرق السعودية أنه جرت العادة أن ينظم البلد الحائز على شرط تنظيم نهائيات كأس العالم تظاهرة عالمية قبل ذلك لاختبار جاهزيته، مشيرا إلى أن البطولة ستنظم بصيغتها الجديدة بمشاركة 32 فريقا بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. وستجرى النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستكون آخر نسخة بمشاركة أبطال القارات في مدينة جدة السعودية خلال الفترة بين 12 و 22 دجنبر المقبل. وكان الملك محمد السادس قد زف للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع لملف المغرب إسبانيا البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم. وأضاف بلاغ الديوان الملكي أن هذا القرار يمثل إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك عن تهنئة لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته للتأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل في تكامل تام مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة. وجاء فوز المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 رفقة كل من إسبانيا والبرتغال بعد الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022 بعدما بلغ نصف النهائي وأنهى المسابقة في المركز الرابع، باعتباره أول منتخب إفريقي وعربي يحقق هذا الإنجاز على مر التاريخ.